جنها عجن عظيم من راسها. جيت نجري لبنتي قلت ماشي هكذا على طفلها بين قلبها قال لي انا نكملك معاه. خرجت نجري دخلت فينا الكوزينه. انا قلت كيما العاده مالك يضربها ضرب شديد. قلت كيما مالك يضربها. سمعت بنتي تقول له وضربتني علاه. جيت جايه عند الباب نصمت غلق عليها جايه نزيد نسمع شيء تقول مانيش عارفه تقول هذا جن وحل الباب صابني عند الباب قال لي هلا راك جايه نكملك. من بعد الكلمه الاخيره اللي بقات في وذني. الجزائري كما قلت لك مقبل وضع ضوابط ما لازمش يتعداوها الوالدين في تربيه ابنائهم. مثلا الضرب انه يوصلوني دي ميساج تاع دي مينور قصر يحبوا يشكوا بوالديهم، يقول لك انا ولي بابا ضربني سبب لي زروقيه سبب لي عاهه مستديمه نحب نشكي بابا. سيد كالمي تقول له يا ودي لا بالك ماشي هكذا بالك لحظه غضب. بصح قانونيا ممنوع الضرب سواء لاب او استاذ او اخ او اخت او زوج. الزوج على زوجته ممنوع الضرب. نهضروا دوكا بالقانون اي شخص ممنوع عليه يرفد يده على شخص اخر. يا لو كان كما نقولوا كف هذه تسبب لك ضرر معنوي اكثر من الضرر المادي. تضرب واحد بكف قدام الناس الضرر المعنوي اللي سببته له راهو يقدر ما يرقدش الليل هذاك ويخمم في ديك الكف. تما غدوه من ذاك يروح يدير البسيكولوج ويدير سيرتيفيكا باللي سببت له ضرر معنوي حتكون في متابعه قضائيه. هما دراري صغار لي مينور تحت 18 سنه. انا بالنسبه لي 18 سنه ماهوش سن الرشد الا انه القانون قال 18 سنه. بصح صراحه انا نشوفهم 20 23 سنه ومازالهم دراري صغار. 25 سنه مازالهم دراري صغار. المهم راهم يديروا اخطاء جسيمه. كاين اللي سببت لهم محاوله انتحار